السلام عليكم. معكم سوليتير. انا مغربي كنعيش في تيخوانا في المكسيك. كنعيش في المدينه هذه ديال تيخوانا، وهي واحد المدينه عباره عن مدينه متناقضه فيها اي حاجه بغيتيها. في الليل كتلقى البيران، الديسكوتيكات، الحفلات، الناشطه اللي بغيتي، فهمتي. ومن ناحيه واحده اخرى كاينه لا فيولونس، يعني العنف. مدينة اللي عامرة بالعنف، فيها القتيلة، فيها لي سيكستراسيون، كيختطفوا بنادم، كاين تجارة البشر، كاين تو سكو تي فو، فهمتي. دونك مدينة التناقضات، ملي كتشوفها كتلقى فيها واحد النوع من الحياة الفرحة والمرحة اللي عندها واحد لو شارم اسباني، بحكم انهم كانوا يعني مستعمرة اسبانية، فعندهم ثقافة اسبانية زائد الثقافة اللي عندهم لوكال مع الثقافة الامريكية، فعندهم حتى هما واحد الثقافة اللي زوينة. ولكن كيف ما قلت لكم، هي مدينة اللي عامرة بالعنف، فيها العصابات و والواحد زعما كيولفها، هي ولافة في الحقيقة، لدرجة ان الواحد ما عمره ما كيفكر بانه شي نهار تقدر زعما يطرى عليه شي حاجة، مع انه كيشوف العنف قدامه وكل شيء. كنت انا وخطيبتي كنقلبوا على واحد الدار، واحد لابارتمون نكريوها، ولقينا واحد لانونس. المهم هضرنا مع مول الدار، عيطنا ليه في التليفون ومشينا تلاقيناه. كان واحد الشارف عنده واحد المحل، واحد الكلوب ديال الموسيقى وداك الشيء، وخرج هضر معانا في الباب. هو باين لاباس عليه، ولكن في نفس الوقت كيبان مكشتر، ما مهلاش في راسو. الحاله ديالو ما كتوحيش بانه لاباس عليه. المهم قال لنا راه غادي نكري لكم هذا لابارتمون بالثمن، وهذاك الثمن اللي قال لي كيبان لي زعما ثمن رخيص صراحه بالنسبه للبلاصه فين غيكري لينا. بان لي الثمن رخيص بزاف. قال لي والمهم انا نكري لكم بالثمن، وراه لابارتمون راه ناقصو شي لعيبات خصهم يتصلحوا وكذا. المهم قادو نتوما صافي. المهم انا بان ليا بان داك لابارتمون مزيان بداك الثمن مناسب. المهم كيف ما قلت لكم، خصوصا مع انه كان بزاف ديال الشهور وحنا باغيين نبدلوا البلاصه فين ساكنين، وممكن كنقلبوا على الكرا وما كنلقاوش، ما كاينين غلاش التشنشيط. صافي بطبيعه الحال قلنا ليه اوكي، موافقين على الثمن، خصوصا وان داك الدار كانت قريبه لينا الخدمه وهذه. صافي قلت ليه وقتاش نسنيو الكونطرا. المهم صافي اتفقت معاه، سنيت معاه الكونطرا، دخلنا لابارتمون. برانسيب لابارتمون كان كيبان عادي. دخلنا لقينا فيه شويه ديال الغبره في القناه، كان خاصو يتشطب. شي روبينيات كانوا خاسرين كيقطروا، شراجم شويه مهرسين ما كيتسدوش مزيان، كيدخلوا الغبره، والصداع ديال الطوموبيلات والدخان ديال الطوموبيلات. المهم حوايج اللي هما عاديين في المكسيك، زعما ماشي شي حاجه اللي خارجه على النورمال. المهم سكننا قادينا، بدينا كنقادو داكشي، كلشي كان غادي نورمال. حتى واحد النهار كانت داز ديجا واحد 15 يوم وحنا ساكنين، وكنسمعوا في داك لاكور من اللور ديال لابارتامون، كاينه واحد لاكور على برا. بقينا كنسمعوا فيها الصداع، واحد الصداع غريب، وماشي داك الصداع ديال مثلا جارك واللي كيديروا ولا شي حاجه، كان واحد الصداع ما مفهومش. المهم بقينا كنسمعوا واحد الصوت ديال بحال تقول شي واحد كيتمشح فيا، شي حاجه اللي بيزار. ملي كطل في داك هذاك الكولوار، ما كتلقى والو، ولكن كتبقى تسمع داك شي واحد كيتمشح فيها، ولا خلعت بوريشه. وفي نفس الوقت كتبقى تسمع واحد الصوت كيدير بحال شي واحد كيهضر بشويه، كيقول بحال شي واحد كيوشوش، ولا خلعت بوريشه. وداك الشي بدا كيتعاود كل نهار بالليل. كتوصل ديك 10 د الليل كيبدا يتعاود داك الصوت، كتسمع صوت شي واحد كيتمشح فيها، وفي نفس الوقت كتسمع الهضره بحال شي جوج كيهضروا مع بعضياتهم. كتبقى تسمع بحال هكا ديك قول لي وكذا. ملي كتجي طل كنطلع عليهم والو، ما كنلقى حتى شي حاجه. راه شعري وقف. اللحم ديالي خرج منه شير دو بول، دجاجه فاش كتكون
يلاه مذبوحة والحيمة ديالها مشوكة بحال هكاك. ناري عرفتي راه بدا كيتزاد معانا الزايد، وحنايا مخلصين المول الدار 3 شهور ديال الكرا الفيانسا مخلصة. ما عرفناش شنو نديرو، نكذب عليك. ولا كيقول لي واحد الراس الساك ديالك وعلق لي ليها ليها، ولكن في نفس الوقت عندنا الخدمة ولونجاجمون ومشاكل. والمهم وليت كنبقى نحاول نعس بكري، كنعسو بكري باش ما نبقاوش نسمعوا داك الصوت. واحد النهار انا في العشيه مور الغدا كتكون الدنيا خاويه مع ديك جوج 2:30 كنت ما خدامش داك النهار، ما كناش خدامين. وصافي هبطت الزبل حشاكم باش نديه للبلاصه فين كنلوحوه. ويبان لي واحد جاري رقيق باين كمايه رقيق ويجي لعندي، غادي تيقرب ليا غادي تيقرب ليا، مع وقف عليا اوتوماتيكمون سولني قال لي انتوما عاد سكنتو جداد؟ وانا ندير ليه براسي بحال هكا زعما هو مع ديك التسويله كيسولني شعل كارو براق باق. قال لي وسمعتو دوك الاصوات؟ راه صدمني فاش قالها لي. وانا نقول له سمعنا دوك الاصوات، ولكن راه قلنا يكون شي واحد في العماره. هو يضحك واحد الضحكه ديال بلا صوت، بحال فهمتي، بحال بقيت فيه، بحال بغى يقول لي مسكين. هو يجاوبني ويقول لي لا، راه داك الاصوات ما ديال حتى شي واحد من لهنا. وانا نقول له ديال من اذا؟ هو يطلع كتافو بجوج، ديك اللعبه ديال والله اعلم. هو يقول لي المهم قال لي ما عمرك ما تفيق في الصباح بكري وتخرج من الباب اللوراني ديال العماره، بقيت كنشوف فيه. وقال لي عندك تمشي مسخط الوليد نتايا تاع البوليس ولا شي حاجه وياك، وما تبعتش ما تبعش داك الصوت، ما تشوفش فيه. المهم غير دير بحال ما كاين والو وبقى تحاول تنسى. وانا بقيت كنشوف فيه وكنتسنى يقول لي لا صافي راه غير تنضحك معاك ولا شي حاجه. ساعه هو لا كان كيهضر بطريقه زعما سيريوز، وكان التعابير ديال وجهه كانت معقوله ما فيهاش الضحك نهائيا. وانا نقول له واش فايته طرات شي حاجه قبل؟ هو يشد الكارو ديالو ويضرب ليه واحد النطره طويله وتنهات فيها تا طلع النفس مزيان. هو يخرج داك الكارو بدا كيصوت، هو يشوف فيه ويقول لي حتى حاجه ما كتفرح، كاع داكشي اللي طرا ما تيفرحش. المهم صافي في الليل جلست مع خطيبتي وبديت كنعاود ليها داكشي اللي قال لي. المهم هي وهي طلق واحد الضحكه بقات كتموت والضحك، قالت لي داك راه يكون شي واحد سكران ولا شي حاجه ضايخ، داكشي علاش بدا تيخربق عليك ما تسوقش ليه. وهي تقول لي واخا هكاك، قالت لي راه اليوم عاود سمعت دوك الاصوات. المهم انا مشيت للجهه ديال مشيت للكوزينه، هي اللي جات من الجهه فين كاين داك الكولوار اللي كيجيو منه الاصوات. وبقيت واقف تما وبقيت قاطع الحس، سقلت شويه بديت كنسمع داك الهضره بشويه ديال شي واحد كيهضر مع شي حد بشويه. صافي المهم بدات كتدخل معايا الخلعه، ومن دخلت معايا الخلعه قلت ناري راه ما يمكنش تهضر، النفس تقطعات فيا، بقيت حابس النفس وكنسمع داك الصوت تيهضر بحال هكا. وداك الصوت في نفس الوقت بقيت كنحس بداك الصوت ديال بحال شي صوت ديال شي بحال ديال شي حيوان، ديال شي خنزير مخلط بالصوت ديال بنادم ولا ديال شي حاجه واحده اخرى. وفي نفس الوقت بقيت كنسمع دوك الاصوات ديال شي واحد كيتبشح فيها. المهم قطعت الحس، صافي لغت ليه، هبطت وانا نمشي لداك الباب اللوراني ديال العماره. بقيت كنشوف فيه وانا نلقى فيه واحد القفل، وداك القفل داك القفوله الرخاص اللي دغيا غير تدفعو يطرطق، فهمتي ما مسدودش مزيان اصلا. بقيت كنشوف داك الباب وكيبان ليا فيها بحال فيها لاد خاص ديال بحال شي حيوان، الضفار ديالو كان كيخبش في داك الباب ولا في الارض، كيخلي لي طراس كيبدا يجرد فارو ويعاود يجرب فيهم، يعاود المره الثانيه والثالثه. داكشي كان معاود، لاد خاص بقات معاوده بزاف المرات في الباب ديال الخشب وفي الارض. وفي العشيه مشيت بديت كنسول الجيران، بديت كندق عليهم واحد بواحد وكنسولهم واش شنو تيقولوا في دوك الاصوات، واش عندهم شي فكره واش يقدروا يقولوا لي شي حاجه.
اللي سولته في دوك الجيران تيقول لي راه كنسمع دوك الاصوات، ولكن انا ما عرفتش، ما عندي ما نقول لك. كلهم كانوا كيقولوا ما عرفتش. المهم النصيحه اللي عطاوني كاملين تقريبا هما انهم قالوا لي ما تحلش ديك الباب، وياك تمشي تحل داك الباب. صافي المهم دازت داك العشيه، مشيت للدار، طلعت للدار، نعست، بغيت نحاول زعما نعس، ولكن ما بغاش يديني النعاس بالليل. خطيبتي كانت مخلوعة، ولكن من بعد دا النعاس غلب عليها النعاس، أنا والو ما جانيش النعاس. بقيت فايق حتى وصلت ديك 3 ديال الصباح، وانا نبدا نسمع دوك الاصوات عاوتاني ديال شي واحد كيتمشى حفيان، ودوك لي بغوي، داك الصداع ديال الاصوات ديال شي واحد كيهضر بحال هكا، وفيها نوع من الشخير، بحال شي صوت فيه الشخير، وكيجاوبوا الاخر وكيهضروا بشويه. المهم بقيت كنسمع في دوك الاصوات، وواحد لقيتهم ما يوصلوا حتى لحد الباب اللوراني، هما يوقفوا، كيبان ليا داك الظل، وانا نوض وبقيت غادي وكنقرب بشويه بشويه وقاطع النفس. بقيت كنحاول نسمع، صافي واحد لقيت هذاك الشيء سكت، وانا ندور وجهي، يلا عطيت بالظهر لداك الباب ديال الخشب غادي، وانا نسمع هذا شي حاجه قاست بالضفار ديال هذاك الباب ديال الخشب، خش بحال هكا. ما عرفتش انا كيفاش شنو وقع لي، تزعمت وانا نمشي لداك الباب وانا ندير لها براق، عرفتي حليت داك الباب، تيبان لي داك الكولوار فيه الظلام، ما تيبان والو، الظلام. شويه كتبان لي واحد البوله في لو فون داخل، كنت كتشعل وتطفى، كتبقى تشعل وتطفى، شويه وتيبان لي واحد خينا واقف تما، كان حفيان موسخ، رجليه موسخين وفيهم الضفار. وبقيت غادي وكنهز راسي كنشوفو لابس واحد السروال ديال النعاس، بحال شي بيجامه، بحال نقولوا شي سروال د الرياضه، واحد السويت ولا كابيشون تا هو موسخ ورقيوق، وديك داك التريكو اللي كان لابس فيه السلسله من الفوق مفتوحه، وبقيت كنشوف فيه. المهم تخلطوا عليا المشاعر، الخلعه وكلشي، وبقيت كنشوف فيه شويه ويرجع اللور، واحد الخطوه اللور، وكان هز في يديه واحد الموس، كيبان لي هز واحد الموس في يديه وكيبري. صافي هو شويه ويرجع الخطوه الثانيه الثالثه، شويه ويغبر لي في الظلام، ما بقيت كنشوف والو، وانا نسد داك الباب بالسربه، سديت الباب بالسربه وانا ندير لها ساقطه في البلاصه. صافي مع داك الصداع اللي دارته الباب، فاش سديت الباب فقت خطيبتي وجات كتجري، قالت لي شنو واقع. بقيت كنشوف فيها وجهي صفر، ما جاوبتهاش، لا خدت ليه، جمعنا لي فاليز ديالنا وحنا نهربوا، حتى داك التسبيق اللي كنا عاطينه لمول الدار ما مشيناش نرجعوا نسولو فيه. صافي هربنا، مشيت نكرينا في بلاصه اخرى، هربنا. وانا من داك النهار بعدا نسيت ما قلت لكمش، بعدا فاش لغت ليه فاش فقنا، لقيتو كاتب لي واحد الرساله في وسط داك الباب ديال الخشب. وشنو كتب لي فيها؟ كتب لي فيها انا اللي شفتك الاول. ما حاولش نزيد نفهم مزيان، صافي هزينا لي فاليز هربنا. من بعد دازت واحد 3 شهور، بديت كنحاول نرجع للحياه الطبيعيه ديالي، وداك الشيء فين ما كنكون غادي في شي شارع في الظلام ولا شي حاجه، كنبقى نسمع داك الصوت ديال الحفيه غادي تابعني مورايا، وكتبدا تجيني في بالي ديك الجمله اللي كتب لي ديال انا اللي شفتك الاول. ما عرفتش بالضبط شنو كان كيقصد بها، ولكن جو بونس بحال عطاني رساله تيقول لي زعما كان ممكن انني نقضي عليك في داك الشوفه اللي شفتك انا الاول، كان ممكن نقضي عليك ولكن ما قضيتش عليك. والمهم كانت هذه القصه ديال هذه الليله، وخليتكم على خير حتى القصه ان شاء الله الجايه وتسمعوني.